بكام الفلفل ده قلت؟ ده 25. 25. طيب اوعي تفوتي الموسم بتاعه، وسعره جميل جدا ومليان دلوقتي في الاسواق، في الوقت اللي احنا ممكن نكون محتاجين منه معلقه واحده ما بنلاقيهوش. تعالي هقولك هنفرزه بطريقتين في منتهى الجمال. طريقه منهم تحطيه في باب التلاجة، تاخدي بالمعلقه كده من الخلطه الجميله ديت على اي حاجه انت عايزاها، والطريقه التانية تحطيها في الفريزر تقعد معاكي بالسنه والسنتين والثلاثه. ما يلا بينا نشوف هريسه الشطه عملناها ازاي وطلعت معانا بالجمال والحلاوه دي ازاي. اوعي تفوتيها، ده كنز. ان شاء الله لو جبتي كيلو واحد او 2 كيلو هتنفعك جدا جدا، وبتدخل معانا في 90% من الاكلات. يلا بينا على الحلقه قوام عشان تخلي اكلك في تكه جنان. ايه رايك في السجع ده؟ بصوا حبايبي، انا طبعا رحت السوق دوت في الشروق قصادنا، سوق جميل جدا، ببقى اجيب منه الحاجات دي. انا مش لاقيه الفلفل الاحمر ده هنا في مدينتي خالص عندنا. جبت بقى الحاجات اللي ناقصاني فعلا، والله بجد يعني حاجات جميله واسعارها حلوه قوي. زي ما انتم ما سمعتوا، كيلو الفلفل ب 25 جنيه. طبعا تاريخ الفيديو 1/9/2025 عشان الفيديو بيطول، وبعد كده الناس تقول انت بتجيبي الاسعار دي منين. يعني ممكن بنزله بعد سنه سنتين تاني، فالناس بيحصل لها دروب في الاسعار. غسلت الفلفل طبعا زي ما انتم ما شايفين الاول، وبعدين هبتدي اشيل بقى العنقود اللي من ورا ده وهقطعه 2. انا وماما حبيبتي الله يرحمه كنا بنعمله بطريقه، يا اما نفتحه كده نشقه ونشيل منه البذر اللي من جوه، يا اما نقطعه كده ونشيل بس العنقود ونفرمه بالبذر. بس احنا بقينا نعمله بالبذر كده بحاله، عشان ده بيخليه مشطشط اكتر وجميل جدا وبيحافظ عليه قوي. اللي مش حابب يبقى حراق قوي يشيل البذر بقى منه ويفرمه كده. اضربي بقى في الكبه من غير اي حاجه، وخدي هريسه الشطه دي وحطي في الاكياس وعيني في الفريزر، والله العظيم بتقعد معايا اكتر من سنتين كمان زي الفل. طب الطريقه التانية، جبت بقى هريسه الشطه برضو، الفلفل اللي انا مقطعاه، وجبت توم اللي انا مفرزاه معاكم. بصوا التوم قلبه ابيض وزي الشمع ازاي، اللي مفرزينه من شهرين مع بعض. شمع بيفضل معاكي ابيض كده والله العظيم سنه وسنتين كمان. بصي جبت حته كده وقطعت بقى من التوم دوت على الفلفل، عشان الخلطه دي انا عايزاها تنفعني في السمك، في البتنجان. لو عايزه اعمل اسقي بيها خلطه محشي، لو عايزه اسقي بيها محشي، انا ما بحطش توم في قلب الرز بتاع المحشي، لا انا ببقى اسقي بيها المحشي. هنزل عليها بكمون وشويه بابريكا كمان برضو، لان البابريكا عباره عن فلفل ارناؤوطي، وشويه ملح مش كتير علشان بيبقى مادة حفظ برضو، بيظبط لي الحدق، وزيت زيتون او اي زيت عادي. واضربي بقى الخلطة دي، شوفي الجمال. مزنوقة في خلطة بتنجان هتطلعي خلطة، عايزة تعملي بطاطس محمرة زي اللي احنا عملناها قبل كده وتحطي معلقة من دي على الوش كده، بتبقى روعة. طواجن المحشي، طواجن الباميه، طواجن اي طواجن في الفرن بنحتاج الخلطه التحفه دي. نزلتها في البرطمان وغطيت وشها بزيت زيتون او اي زيت عادي، وتحطيها في باب التلاجة عندك، بتقعد معاكي يعني هنقول لغايه شهر ونص مثلا. طيب انا عايزه احتفظ بيها، وادي التانية اللي في الطبق دي بقى انا هحطها في الفريزر هتقعد معايا كتير قوي. طب انا عايزه احتفظ بالخلطه ام توم وزيت دي مده ما تقلش عن سنه، اعمل ايه؟ هحطها في الاكياس. بس انا سهلت لك، عملت برطمان صغير عشان لو انت عايزه تستخدميه يبقى سهل معاكي في باب التلاجة، ما تزوديش عن شهر، ده رايي. اقصى مده هيقعد معاكي شهر او شهر ونص، بس انا بخليه شهر بس. انا بقى نقلته في كيس علشان هيقعد معايا فتره طويله، واكلي بحتاجه على طول، فحطيته في كيس عشان احطه في الفريزر يقعد معاكي سنتين 3 براحتك. تكسري منه الحته، تحط على السمك، على البتنجان، على اي حاجه. يلا الحقوا بقى موسم تفريز الفلفل ب 25 جنيه دلوقتي في الاسواق، ودي اعمليه بطريقتي وهتدعي لي. ويا رب تعيشوا وتتهنوا وتعملوا الحلو كله. ما تحرمونيش بقى من كومنت حلو زي قلبكم وشير عشان الناس تستفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اغلى احب اخوات ليا، قولوا لي بقى الفلفل ده عندكم دلوقتي بكام؟ ب 25 جنيه برضو، ولا ارخص ولا اغلى؟